الرقاق ده زي ما انت شايفه اهو بيتكسر معاكي رق السيجاره. احنا اقدم صناعيه رقاق هنا في الزقازيق عامه، في شارع الحمام. بقالنا هنا 40 سنه، محل الحاج عبد العال واولاده. تمام. الرقاق زي ما انت شايفاها بتزيد معانا في المواسم، تمام، وبتزيد معانا في الاعياد. تمام. الرقاق ده زي ما انت شايفه اهو بيتكسر معاكي رق السيجاره. ارقع حاجه، مش هتلاقي الشغل ده بره. تمام. اداره طبعا الحاج اشرف عبد العال والحاج احمد عبد العال ومحمود شوقي وارموطي الصنايعي بتاعنا والاستاذ محمد اللي بيحط على الصينيه. ده فريق العمل بتاعنا متواجد طول السنه معانا. تمام. انتوا شغالين دلوقتي بتستعدوا لشهر رمضان؟ بنستعد ان شاء الله لشهر رمضان. بتزودوا الانتاج بقى؟ بنزود الانتاج طبعا. لازم نزود الانتاج عشان كل سنه وانتم طيبين. في رمضان اكبر كميات بتتاخد من الرقاق. ايه مواسم الرقاق؟ يعني مواسم الرقاق بتشتغل معانا فتره رمضان وفتره العيد الكبير باذن الله. طيب نعرف الرقاق الحلو ازاي قلت؟ ما انا قلت لك اهو، انا بمسك الرقاق لو سمكها تخين معايا او العجين مش مظبوط بيطلع معايا. بص ده رق السيجاره. ايوه. ده رقيق، ده اللي احنا نقول عليه الصنعه والجوده. انما الرقاق اللي هو زي ما بيقولوا مجلخ التاني بياخد معاكي وقت طبعا في لو هتسوي على التسويه سوى الشغل ده. لكن انا بديكي حاجه هتاخديها كمان في الاكل بيبقى متعب للاسنان. طبعا. انتوا بقى علشان تخلوا الرقاق يبقى هش بالشكل ده بيبقى السر فين؟ ده تظبطوا ده ازاي بقى؟ ده الصنعه بقى. ايوه ده الصنعه. زي ما انت شايفه الصنايعي شغال بيفرد العجين على قد ما يقدر. تمام. عشان يفرد العجين معاه لازم يكون العجين واخد راحته في الدقيق، في السمنه، في كل حاجه بياخد راحته عشان يطلع لنا نفس المنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب نفس الشكل اللي احنا شايفينه ده بيمشي معانا زي ده. ده اللي احنا بنستخدمه. وفي تاني العيش السوري اللي هو الكبير. الرقاق نفسه بيبقى فيه منه كبير قوي. في منه كبير. مقاسات مختلفه. في منه زي ده. ايوه ده مقاس. تمام. ده حجم كبير. وفي اكبر من كده لو انت عايزه. وفي اقل من كده، يعني في الوسط. في اللي اكبر من دي برضه. يعني دي الصغيره ودي الكبيره، وفي اقل من كده. تمام. احنا بنوريكم بس الوسط بس. في رقاق طري ورقاق ناشف. في رقاق طري. ومين بيطلب ده ومين بيطلب ده؟ بتوع الكريبات اللي هم اللي بيطلبوا العيش ده. اللي هو انه؟ اللي هو العيش اللي كبير. ده. وهو طري؟ معظمه بيجي ياخدوا مني طري. ايوه. تمام؟ تمام. بيجي ياخد مني بكميات طري. وفي المحلات السوريه اللي بيشتغلوا عيش سوري بيجوا ياخدوا مني برضو. هو نفس العجينه دي نفس ده. بس بتبقى مش نفس ده بس بتبقى ايه؟ نفس النظام ده. ما خدتش السوا بتاعها. هو كده. بتستوي جزئيا يعني. جزئيا نص بس عشان هو لسه بيسخن عليه هناك فبيكمل ايه؟ بيكمل تسويه. ده الطري. ده الفرق بين الناشف وبين الطري. يعني نفس العجينه دي بتطلع منها نفس العجينه هي واحد. بتطلع منها ايه؟ بطلع منها عيش سوري، عيش كريب، بطلع منها زي ما انت شايفه العيش اللي احنا بنسميه ده عيش بياخدوه بتوع العريش بيستخدموه زي الرقاق عندنا بالظبط. بيعملوا بيه صواني زينا؟ بيعملوا بيه صواني. ولا بيعملوا بيه فته؟ لا بيعملوا بيه صواني ويعملوا بيه فته. مشاع معاهم كل حاجه. الشرقيه مشهورين بايه؟ بالرقاق. الشرقيه مشهوره بالرقاق. بيعملوا ايه؟ بيعملوه فته. تمام. وفي ناس بتستخدمه دلوقتي حاليا في صواني. بينحط عليه كبده او لحمه مفرومه. ده الشغل الجديد بقى.